ستي بسيت لي بسبوسه بالسمنه والسكر. الجمله دي تقريبا كانت عقده حياه الطفل اللدغ هي واللي زيها. الطفل اللدغ ده بيمر بمجموعه مراحل من اول ما يتولد وهو طفل صغير كده لحد ما يبقى شحط كبير. اول حاجه وهو صغير لما يبدا يفهم ويوعى يبدا يسال، فيقولوا له اصل انت في فرع عضك في لسانك. طب انا كطفل زي ما احنا متفقين والطفل خياله واسع، طب انا الفرع عضني في لساني، انت عضك فين؟ تخيل اصلا انت بتعمل ايه في الطفل. الطفل بيتخيل ان هو كان نايم وبقه مفتوح وفي فار معدي راح عضه في لسانه ومشي. ايه القرف ده؟ يكبر الطفل شويه ويدخل المدرسه، فالمدرس يبدا يسال بقى مين يا جماعه اللي هيقول لي الاذاعه المدرسيه، فيرفع ايده فيقول له قوم، فيبدا يتكلم فيقول له ايه ده انت الدغ، يقول له طب اقعد. يجي بعديها مراقب يخش الفصل، فالمدرس بيسال مين يا جماعه اللي هيقوم يقول النشيد، فيرفع ايده فيعمل نفسه مش شايف. وما تدهنوا اسود، والله دهنوهم اسود وسلسلوهم من ايديهم يا جماعه، دول لدغ في لسانهم مش هطل في دماغهم. عيب يعني مش كده. وبعد كده يا اخي علمه انت ازاي صح قبل ما تهمله بالطريقه دي. يكبر شويه ويدخل ثانويه عامه ويبدا يصاحب العيال اللي بتقلش، فيشوف واد يقول له ايه ده انت الدغ، يقول له طب ما سمعنا حاجه كده. سمعت الرعد في ودانك ايه ده، انت سمعت الرعد في الحته اللي الفرع عندك فيها وانت صغير. عيب يا جماعه مش كده ده. وبعد كده في حاجه تانية يا جماعه، ده مش لدغ، ده عدم توافق مع الحروف. انت الحرف ده، اصل الحرف ده برضه في نفسيه ما بينك وما بينه. يعني ايه انا اقضي 45 سنه ولا 50 سنه ولا ايا يكن عمري مع حرف انا مش مرتاح له نفسيا. انا واحد من الناس حاولت كتير قوي مع حرف السين ده، بس ما عرفتش، فانا استبدلته. انا استبدلته بحرف الس، وهو استبدلني بكومبو من بيج ماك. فكل واحد حر، انا مش مرتاح مع الحرف ده او مش مرتاح مع الحاجه دي هشوف غيره، مش العمليه اسهل من كده بكتير. وبعد كده برضو اللي يشوف بلوه غيره يهون عليه بلوته. يعني انا لما بشوف اللي بينطق حرف ر ي دوت، يعني ده لو عايز يقول لواحد صاحبه انا رحت لبتاع التطريز عشان اطرز البنطلون بتاعي، فلقيته زحمه وناس كتير بتطرز فرحت اطرز في مكان تاني، هيقولها له ازاي يعني؟ بس فالحمد لله على كل شيء. البقين بقى بتوع كل مره، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشوف الفيديوهات القديمه وتشترك على القناه في اليوتيوب وتعمل فولو على الفيسبوك عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. يلا السلام عليكم، ربنا يوفقكم.